السلام عليكم. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الكونتكست دايجرام، وهنعرف هي عبارة عن إيه وبتتكون من إيه. طيب الكونتكست دايجرام هي دايجرام بسيطة جدا 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 وسهلة وجميلة، ومبنية على الدي اف دي اللي هي الداتا فلو دايجرام. طيب الكونتكست دايجرام هي الليفل زيرو. يعني ايه ليفل زيرو؟ يعني هي البداية اللي ممكن أي حد يشوفها قبل الدي اف دي. طيب ليه ما عملناهاش قبل ما نعمل الدي اف دي؟ يعني احنا سجلنا الفيديو بتاع الداتا فلو قبل الفيديو بتاع الكونتكست دياجرام دي. هقول لك انا ليه. الكونتكست دياجرام عشان تترسم بتاخد ال الاسهم بتاعه الداتا فلو، فبالتالي الكونتكست مبنية على الداتا فلو. فانا بالتالي لازم اشتغل على الداتا فلو الاول واخرجها، وبعد كده ابدا اخد او اشتغل على الكونتكست دياجرام بتاعتي. طيب انت قلت يعني الكونتكست هي ليفل زيرو، امال ليفل 1 ده عباره عن ايه ولا ايه؟ ليفل 1 هو عباره عن الدي اف دي لو احنا عاملينه ده. انا كنت قايل لكم ان بتاع الادمن الدي اف دي بتاع الادمن بتعملوا تاسك، فانا عملته عشان خاطر برضه هنحتاجه في الكونتكست، وبالمره ممكن تصححوا التاسك بتاعكم عليه. طيب يبقى انا عندي ليفل 1 عبارة عن الدي اف دي. طيب الليفل 0 الكونتكست دايجرام. طب وعلى كده في ليفلز اكتر من كده؟ في ليفل 2 في ليفل 3، بس يعني كل ما بتتعمق كل ما انت معنى ان انت بتتعمق يعني انت بتدخل في انظمة معقدة، كمية الكومبلكست اللي فيها عالية جدا جدا. فانت بتعمل ليفلز علشان خاطر تدخل تفكك التعقيد ده، عشان توضح التعقيد ده. مش فاهم يا ريس؟ مش فاهم حاجة منك. اقول لك ولا تزعل نفسك. انت قدام منك الدياجرام الجميل ده، تمام؟ تمام. جيت في البروسيس مثلا بتاعة وليكن تحديث بيانات المستخدم. البروسيس ديت هي سطحية، هي قدام منك انت متعرفش هي جواها ايه، متعرفش ايه اللي بيدور جواها. هي قدام منك بروسيس زي اي بروسيس من الموجودين دول، صح؟ طيب البروسيس دي انا عايز اقول لك مثلا افرض معايا الكلام ده مش حقيقي، بس افرض معايا، تمام؟ افرض معايا ان البروسيس دي جواها كمية بروسيس تانية، وجواها يعني كومبلكست عالية. انا عايز برضو اوضح دوت بالنسبة للشخص او للشخص اللي هيشوف الدياجرام بتاعي، عايز اوضح له برضو ايه، افكك له الكومبلكست دي كلها واوضحها له افهمه النظام ده زي ما ايه فككت ووضحت البروسيس دي كلها. فبعمل ايه؟ بروح جايب البروسيس دي وادخل جواها وابدا بقى ايه، اعمل نفس الشكل بتاع الدي اف دي، بعمل دي اف دي برضو جوه. يعني مثلا ما بعملش بقى انشاء حساب ولا اي حاجه خلاص، انا بروح جاي جايب تحديث البيانات ديت، تمام، وبحطها ايه في اول مثلا اول بروسيس يعني، تمام. بحطها اول حاجه عندي، بس طبعا أنا يعني ما بحطهاش عشان مثلا بشوف اول بروسيس جواها ايه. يعني اول عمليه جوه البروسيس بتاع تحديث البيانات دي. ما احنا مثلا هنفرض ان جواها 4 عمليات، انا عايز افككهم، عايز اعرضهم بالمنظر ده زي يعني اللي قدامكم ده، عشان برضو ايه الشخص لما يتفرج على الدياجرام يقدر يفهم. فبجيب اول بروسيس جواه وببدا احطها مكان انشاء الحساب دي، وبحط المستخدم وبحط جواه بعديه مثلا انشاء بيانات المستخدم، وليكن زي دياجرام او زي بروسيس او مثلا مستطيل او ايا كان. وجواها ببدا بقى ايه، افرع انا بقى اعمل البروسيس بتاعتي. كده انا شغال على ليفل 2. طب ليفل 3، ليفل 3 دي يبقى انا بعمل دايجرام لبروسيس جوه البروسيس اللي اسمها تحديث بيانات المستخدم. يعني احنا كنا شغالين على البروسيس رقم 1 اللي جوه البروسيس اللي اسمها تحديث بيانات المستخدم. مش احنا قلنا دلوقتي افترض معايا ان انا عندي 4 عمليات جوه بقى تحديث بيانات المستخدم، تمام. قلنا ان احنا نمسك اول واحده ونشتغل عليها ونبدا نجزأها كديجرام زي ده، صح؟ طيب هنفرض ان انا عندي من ضمن ال4 عمليات اللي جوه التحديث دي عندي مثلا بروسيس معقده اكتر. ساعتها ببدأ أعمل نفس اللي عملته وأدخل جواها وأعمل دايجرام كمان. ساعتها أنت كده في ليفل 0. بس طبعا الكلام ده في الأنظمة المعقدة جدا جدا جدا، يعني بيبقى فيها يعني عمق كبير وفي كمية كومبلكست عالية، تعقيد عالي، فبضطر أعملها
اعمل لها دايجرام عشان تبقى مفهومه. طيب يبقى احنا عرفنا فكره الليفلز. ممكن اعمل ليفل 3 ليفل 4 مثلا وليكن، ممكن عادي، إيه المشكله دي؟ ما تعملش، بس برضه يعني كل ما الليفلز بتزيرو كل ما انت بتزيد، كل ما انت ايه بتخش في، يعني معنى كده ان السيستم بتاعك معقد، معنى كده انت عمال تفكك في الكومبلكست بتاعتك، معنى كده ان انت بتدخل حاجه جوه حاجه جوه حاجه جوه حاجه. فانت كل ما تقول مثلا اعمل لي ليفل 10، يبقى انت دخلت جوه مليون حاجه عمال ترسم فيها. تمام. دي فكره الليفلز. يبقى احنا عندنا الكونتكست هي الليفل 0، الدي اف دي الاولي للبروسيس دي كده ده الليفل 1. الدي اف دي ليفل 2 هو مثلا بروسيس جوه واحده من دول. تمام، يعني مثلا بروسيس من دول جواها كمية بروسيس تانية أو عدد من البروسيس تانية محتاجة تتفكك وتتجزأ وتترسم بالشكل ده. تمام. اتفقنا على نقطة الليفلز لأنها برضو نقطة ممكن تكون محيرة شوية. طيب نكمل موضوعنا. أنا عايز أرسم الكونتكست. بص يا سيدي، أنت بتيجي عند الكونتكست بتاعك، أول حاجة بتجيب المربع ده. ممكن تعمل مربع، ممكن تعمل دايرة، عادي بهواك يعني، مش الموضوع مش قرآن، تقدر تخبط براحتك، بس أهم حاجة تطلع بحاجة إيه شكلها كويس ومفهوم. بكتب اسم المشروع بتاعي، ولكن مثلا إيه، أنا اسم المشروع بتاعي مكتبة، لأن ما عنديش أسماء دلوقتي. تمام. طيب نكبر بس الفونت شوية. طيب دوت السيستم بتاعي، يعني المربع ده هو السيستم بتاعي. انا ببدا اعمل ايه؟ ببدا ادور على الاكسترنال انتيتي اللي بتعمل تريجر للسيستم بتاعي، اللي بتدي تاثير، اللي بتعمل فعل، اللي بتسيب فعل في السيستم بتاعي. انا عندي هنا مين؟ والله انا عندي الادمن في الرسمه دي، وعندي المستخدم في الرسمه دي. يعني انا عندي شخصين اتنين بس، هما الكائنين دول هما اللي بيعملوا ايه؟ بيسببوا احداث عندي، بيسببوا عندي، بيعملوا بروسيس عندي. فانا محتاج اعمل للاتنين دول بروسيس معايا. اروح مثلا كاتب هنا المستخدم، ونكبر الفونت عشان يبقى واضح. طيب. وعندي برضو الادمن. الادمن لازم يتعمل له، لان هو برضو ليه تأثير معايا شغال. طيب هيجي هنا اقول له ايه؟ الادمن. طيب هعمل ايه يا ريس؟ انا برضو مش فاهم حضرتك بتعمل ايه، يعني مش فاهمك. ايه اللي هيتم برضو هنا؟ اقول لك يا باشا ولا تزعل نفسك، الموضوع سهل وبسيط جدا. انت رايح فين؟ إيه اللي جراك؟ لا، الموضوع سهل وبسيط جدا. تعال نمسك المستخدم. ادي المستخدم، عد معايا كده، عندك كام سهم خارج من المستخدم او داخل المستخدم؟ عندك ادي 1 2 3 4 5 6 7. انا حرفيا هعمل الاسهم دي كلها. خلينا بس الاول ايه، نعرف كام سهم خارج وكام سهم داخل. عندي اول واحد ده خارج، 2 3. هو ده ايه؟ ده بحث. البحث دوت المفروض يكون، لا انا ده المفروض يكون خارج، لان انا بدخل ده عشان ابحث بيها. مش عارف ازاي السهم، السهم مستخبي فين يا ابن اللذينه؟ كده طلعني شكل وحش، مش فاهم حاجه قدام الناس كده. ماشي يا عم، مش مسامحك برضه. طب اتعدل. طيب نجيب بس السهم ده نعدله كده. طب ايه؟ طيب حد مزعلك؟ ما انت راجل رخم صحيح. ممكن بس ننزل دي شويه. والله ما انا محرك، سيبك زي ما انت كده. طيب يبقى انا عندي كام سهم خارج؟ ادي 1 2 3 4 5. عرفت منين؟ هو في اسهم ليهم هنا؟ لا، يبقى انا عندي 5 خارجين. يبقى انا اجي هنا كده وابدا بقى ايه؟ اسحب الاسهم بتاعتي. ادي مثلا 1. ماشي. ادي 2. ادي 3. يا عم طب ننزل تحت شويه. طيب ولا اقول لك ايه، انا مش عارف. 3. طب بقول لك على حاجه، احنا ممكن نعمل حاجه جميله، نوفر برضه المساحه. هات دوت نحطه هنا كده، نرفعه فوق. لا ده طلع فوق خالص يا لهوي. طيب وهات دوت هو كمان، هنرفعه فوق. احنا بس عايزين نوفر مساحة بس مش أكتر.
تمام. يبقى انا عندي هنا ايه ده. طب ارجع تاني. ربنا هدى الحمد لله. طيب 3 احنا قلنا 5 صح. ادي الرابع وادي الخامس. طيب عندي كام واحد داخل؟ عندي 2. ادي 1 2. يبقى انا هاجي هنا كده اروح جاي واخد ساحب من هنا بقى، وابدا ايه ادخل اليوزر بقى. تمام. نعدل بس المنظر ده، واجي هنا ايه نفس الكلام، اروح جاي جايب هنا السهم ده بالشكل ده كده. يبقى انا عملت الاسهم بتاعتي كلها. عملت ايه بتاع او الخارج كلهم. ادي 1 2 3. نعدهم بس توتال كلهم. ادي 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. كلام جميل. نبدأ بأول سهم. أول سهم وظيفته إيه؟ هو السهم إنشاء الحساب. يبقى أنا أجي هنا أقول له إيه؟ السهم دوت وظيفته إنه بيعمل لي إنشاء حساب. يبقى أول حاجة إيه ده حساب؟ يا نهار أبيض. ماشي إنشاء حساب. طب تاني سهم بيعمل إيه؟ بإضافة بيانات تسجيل الدخول أو التحقق. يبقى دوت ممكن نسميه مثلا تسجيل الدخول مثلا. تمام. عادي. اختيار الاسماء براحتك، بس اهم حاجه تبقى ايه وظيفه السهم واضحه. تمام. تمام. عندك السهم الثالث بحث. بحث عن ايه؟ بحث عن كتاب. بحث عن الكتاب مثلا وليكن. وممكن نبص على اللي بعده دوت خارج برضو تسجيل بيانات ايه. طلب كتاب. انا بسجل متى عشان خاطر اعمل طلب كتاب صح. يبقى انا اكتب هنا ايه طلب كتاب على طول وخلاص. طلب كتاب. يبقى انا جيت هنا عملت الاربع اسهم الخارجين بتوعي. ايه ده لسه في واحد كمان الخارج ده فين؟ ده اللي هو ده تعديل بيانات. ده بتاع تعديل البيانات. هاجي انا برضو اقول له ايه تعديل البيانات. طيب يبقى انا كده عملت ايه كل الاسهم الخارجه. طيب عايز اشوف بقى الاسهم اللي داخله بقى. قبل الاسهم اللي داخله ديت جايه منين دوت ادي اهو. تمام ماشي. عرض الحاله دوت بيعرض حاله الايه حاله الطلب. طيب كلام جميل. اجي انا اقول له عرض حالة الطلب. طيب السهم اللي بعده بيعمل ايه؟ بيعرض الكتب اهو اللي هو ده اهو. بيعرض الكتب اللي في النظام عندي، وانا باجي اقول له هنا ده بتاع عرض الكتب. يبقى انا من خلال مربعين بس عرفت ان المستخدم، عرفت كل ادوار ووظائف المستخدم عندي في النظام. ادي كونتكست. ده الهدف منها، ان بس مجرد رسمة بسيطة تفهمني كل حاجة. ممكن برضو ايه يعني نحاول نهتم بالشكل شوية. نقرب دول شوية هنا كده ونجيب ده هنا. حاسك بتغفلني. انا حسيت والله. طب تعالى. طيب انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ طيب وهنجيب ده هو كمان يا سيدي هنحطه هنا. كلام جميل وزي الفل. طيب يبقى أنا عرفت كل وظائف ومهام وشغل المستخدم من خلال شوية أسهم. بيبحث عن كتاب، بيطلب كتاب، بيعدل بيانات، بيسجل الدخول، بيعمل إنشاء حساب، بيعرض حالة طلب، بيعرض الكتب. ممكن أستغنى عن السهمين دول عادي بتوع إنشاء حساب وتسجيل دخول، لأن دي كده كده حاجة أساسية ثابتة معايا في أي سيستم في الدنيا. أنا اللي يهمني أعرف بس وظايفه جوه إيه، يعني هو بيعمل إيه جوه. تمام. ممكن أستغنى عنهم عادي. يعني الموضوع على فكرة برضو مش قرآن. الموضوع مش التزام 100% قرآن، لا عادي ممكن تستغنى عن حاجات كتير جدا. تمام. بس أنا هسيبهم للتوضيح بس مش أكتر. طيب أنا عندي الأدمن. أنا كنت طالب منكم تعملوا الأدمن، ولكن أنا عملته بس عشان خاطر إيه نقدر نمثله على الكونتكست معانا. الأدمن عنده فيه كام سهم؟ أدي 1 2 3 4 5. كام واحد خارج وكام واحد داخل؟ 3 خارجين. ده 6. أدي 1 2 3 4 5 6. يبقى 3 خارجين و3 داخلين. أجي هنا وأروح أعمل كده. أدي أول سهم معايا. تعالى يا برنس. ماشي يا عم مش مزعلك. أدي التاني. طب ليه الرخامة والتباتة بتاعت لا حول ولا قوة إلا بالله. طب تعالى والله لا أرجعك بس. ادي ممكن ناخد التالت من هنا.
تعالى خلاص مش مشكلة. اثبت يو. طيب وناخد 3 كمان، 3 عملنا 3 خارجيين صح، ناخد 3 داخلين بقى. هاخد من السيستم 3 أسهم، وعندي سهم كمان اهو. تمام. وعندي سهم كمان من هنا. مشكلة ديت، لا هو الستايلنج بس مش أحسن حاجة، بس عادي يعني سهل سهل. ممكن عاملين كده. ما ارجع انت خالص، متشكر جدا، بستعمله عن طلباتك. عملنا الأسهم بتاعتنا، نروح نشوف كل سهم بيعمل ايه. أول سهم خارج معانا بيعدل ايه؟ أو بيحدث بيانات المستخدم، تعديل بيانات المستخدم. طيب نروح نظبطه. قال لك أول سهم هنا ايه؟ تعديل بيانات المستخدم. طيب تاني سهم بيعمل ايه؟ بيضيف ايه؟ بيضيف كتاب. بس ده واحد بيضيف واحد بيحذف، ماشي. يبقى انا هاجي هنا اقول له ايه؟ اضافة كتاب. طيب تالت سهم بيعمل ايه؟ بيحذف كتاب. ادي الحذف. كلام جميل وزي الفل. دول الخارجين، القسم اللي داخلة عرض الكتاب، عرض الكتب، وعرض حالة الطلبات، وعرض المستخدمين. عرض الكتب، وعرض حالة المستخدمين، و فين تاني؟ عرض حالة الطلبات، حالة المستخدمين، عرض المستخدمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا عرض حالة الطلب. طيب يبقى كده احنا عملنا كونتكست بكل سهولة، وعرفنا ان الكونتكست هي الليفل 0، وان الدي اف دي هي ليفل 1، وعرفنا ليفل 2 عبارة عن ايه، وليفل 3 عبارة عن ايه. وقلنا ان كل ما بنتعمق في بروسيس معينة في الدي اف دي ونعمل لها بروسيس داخلية بتزيد معانا ليفل. يعني مسكت بروسيس معينة من الليفل 1 بتاع الدي اف دي، ودخلت جوه البروسيس دي عملت بروسيس تانية، يبقى انا كده شغال في ليفل 2. جيت في الدي اف دي ليفل 2، مسكت بروسيس فيه ودخلت جواه وبعمل مثلا بروسيس تانية او دياجرام تاني، يبقى انا كده في ليفل 3. يبقى انا عرفت الليفلز او فكرة الليفلز عاملة ازاي او معناها ايه. عرفنا ان الدي اف دي الاولي اسمه ليفل 1. عرفنا ان الكونتكست احنا بنشفه من الدي اف دي مع انه ليفل 0. عرفنا ان الكونتكست عبارة عن مربع او دايرة ايا كان الشكل يمثل النظام بتاعك. وعرفنا ان احنا بنحط الاكسترنال انتيتي اللي بيعملوا تريجر على النظام بتاعك، اللي هم بسببهم بيحصل تأثيرات على النظام بتاعك. وببدأ اخد الاسهم اللي في الدي اف دي اللي داخله وخارجه من الاكسترنال انتيتي، بحط الكيانات اللي بتدي تفاعل معايا في الكونتكست. انا بحط الكيانات اللي بتدي تفاعل معايا فقط لا غير، ما بحطش اي كيانات تانية ثابته. ما بحطش كيان مثلا اسمه كتاب او ملف كتب، ما بحطش كيان اسمه طلبات، ما بحطش اي كيانات تانية. انا في الكونتكست بحط الكيانات اللي بتسبب تفاعل. تمام. ممكن حد يكون عاوزها بشكل تاني، مفيش مشكلة، ولا اي حاجة عادي. اصل في الأول وفي الاخر الرسومات دي كلها هي مش قرآن، هي الغرض منها توضح فكرة. تمام. كده الكونتكست تكون خلصت. اتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.